المكنه دي تدور تلاقي عالم قدامك، ده بيحب وده بيكره، ده بيقتل ده بيتقتل، ده بيتولد ده بيموت، دي بتطلق دي بالزغرة. سيما يا بنت سيما. شخصيتنا الرئيسية النهاردة صديقي المشاهد هتكون راجل بتحصل له مشكلة طبية عجيبة وغريبة جدا من نوعها. بيقعد مع الدكتور اللي بيقوله أنا بقالي أكتر من أسبوعين بدرس حالتك الغريبة دي ووصلت لحاجتين، أو بمعنى أصح خبرين، خبر منهم حلو وخبر منهم وحش. الدكتور بيقلع النضارة وبيبتسم وبيقوله الخبر الحلو إنك عايش وسليم معافى أكتر مني أنا شخصيا، ومش بيلاقي أي رد فعل من شخصيتنا الرئيسية. وبيكمل كلامه وبيقول له أما بالنسبة للخبر الوحش بيشاور له على الرسم التوضيحي اللي قدامه وبيقول له عندك مزق بسيط جدا في الحبل الشوكي وعندك تلف حاد في الأعصاب وما انصحكش في الوقت الحالي إنك تعمل أي عمليات جراحية. وبيبدأ يكمل شرحه وبيقول له الحبل الشوكي الضرر اللي فيه خلى عندك نسبة شلل في شوية عضلات عندك في الوش. بيبدأ يشاور له ناحية وشه وبيقول له هنا وهنا، وبكلمات بسيطة جدا حضرتك هتفضل مبتسم طول حياتك حتى وانت زعلان، حتى وانت متفاجئ زي دلوقتي كده. بيجي المشهد على شخصيتنا الرئيسية اللي بتكون فعلا مبتسمة، أو بمعنى أصح هتفضل مبتسمة طول عمرها بسبب المشكلة الطبية اللي حصلت له بسبب الحادثة. بيطلع من عيادة الدكتور وبتبدأ الناس تبص عليه ومستغرباه. حط نفسك مكانهم صديقي المشاهد، دكتور بيساعد مريض والراجل بيبص لهم وبيضحك، أكيد لازم يقولوا عليه مجنون. بعدها بيروح ناحية تاكسي، بتكون واقفة هناك واحدة وبتفضل تبص له شوية لحد ما بتتعرف عليه وبتقول له هو أنت؟ بيرد عليها وهو مبتسم وبيقول لها ازيك عامله ايه. بيفتكر ان وشه بيضحك فبيحاول يداري الضحكه لان اكيد محدش هيصدق ان دي مشكله طبيه. بتقرب منه البنت وملامحها كلها دراما ومتعصبه وبتقول له تصدق انك بجح، ازاي جايلك نفسي تضحك وانت بوظت حياتي كلها. بيرد عليها وهو بيضحك وبيقول انا اسف جدا بس ما كانتش غلطتي انا. بتتعصب عليه اكتر وبتعيط وبتقول له العربيه كانت عربيتك انت. بتسكت شويه وبتبص له وبتقول انا مش عارفه ازاي انت بتضحك في وقت زي ده، وبتسيبه وبتمشي. وبيحاول يلحقها عشان يفهمها ان هو مش بيضحك فعلا وان كل ده حصل له بسبب حالة طبية جات له من بعد الحادثة. ومش بيعرف يلحقها عشان بتكون ركبت التاكسي وبعدها التاكسي بيتحرك وبتطلع نسيت شنطتها وبتقع على الارض. بياخد باله من الموضوع ده على طول وبياخد الشنطة من الارض وبيفضل ينادي عليها بس بتكون العربية خلاص بعدت عنه واستحالة تسمعه. بتيجي فكرة في دماغه وبيرفع ايده وبيشاور لتاكسي عشان يلحق البنت ويديها شنطتها. بيركب التاكسي على طول وبيشاور للسواق ان هو يلحق العربية دي بسرعة. بيستغرب سواق التاكسي كلامه وملامحه اللي بتضحك. شخصيتنا الرئيسية بيفهم على طول وبيفتكر ان وشه دلوقتي دايما بيضحك، فبيتكلم مع السواق تاني وبيقول له انا بتكلم بجد، يلا اطلع ورا العربية دي بسرعة. بيرد عليه السواق وبيقول له فاهم انت بتهزر. بيرد عليه راجل تاني وبيقول له والله يا سيدي ما بهزر. بيضحك السواق وبيقول له باين على وشك. شخصيتنا الرئيسية بتتعصب اكتر وبيشاور على وشه وبيقول دي مش ابتسامة، دي مشكلة طبية عندي وانا مش بضحك، انا اصلا متعصب. بيسكت السواق شوية وبيقول فهمت. فين بقى الكاميرا الخفية؟ ولا أقولك ما تقوليش مكانها عشان الموضوع يبان بجد. بيظبط قعدته وملامح وشه الجدية وبيسأله تحب أوصلك فين؟ ومش بيعرف يمسك نفسه وبتجيله هستيرية ضحك وبيقوله أنا كنت متأكد إن اليوم ده هيكون حلو، لا وفكرة جديدة على فكرة. شخصيتنا الرئيسية بتجيب آخرها وبتقعد تصرخ. بيجي المشهد اللي بعده وهو قاعد في الشارع ومع الشنطة ومش عارف يعمل إيه أو يفكر إزاي عشان يرجع الشنطة للبنت. بيفتح الشنطة وبيحاول يلاقي حاجة تساعده في إنه يوصل لعنوان البنت. بيلاقي مانيكير ضوافر وبعدها بيلاقي الكارت بتاعها وفيه رقم التليفون. بيطلع التليفون من جيبه وبيكتب الرقم وبيتصل بالرقم اللي مكتوب على الكارت، بس التليفون اللي بيتصل بيه بيطلع هو كمان في نفس الشنطة. ووقتها بيركز معاه راجل كان بيتكلم في التليفون مع حبيبته ومتعصب جدا وبيقفل معاها وبيبص لشخصيتنا الرئيسية وبيقول له انت بتضحك على ايه يا عم انت؟ شخصيتنا الرئيسية بتداري وشها وبتقول له يا ابني والله ما بضحك، دي حالة طبية جات لي بسبب حادثة عربية. بيقرب منه الراجل وبيقول له كمان عاوز تضحك عليا تاني؟ بيتعصب وبيسيب الشنطة وبيقف وبيزعق للشاب ده وبيقول له ده مش ضحك، انا جالي شلل في عضلات وشي، بص انا كده بضحك، بص تاني انا كده مش بضحك، بص تالت انا كده بعيط، بص رابع انا كده متعصب. لسه هيقول بص خامس بيلاقي الشاب ضربه على وشه وهو بيقول له بص خامس انت كده مضروب. بيروح للبنت اللي وصل لعنوانها من الكارت بتاعها اللي موجود في الشنطة وبيخبط على بابها. بتقرب البنت من الباب وبتسأل مين؟ بيقول لها أنا ومعايا شنطتك. بتفتح الباب وبتشوفه وهو بيضحك وبيقدم لها الشنطة، فبتقفل الباب تاني. بتهدى شوية وبتفتح الباب وبتاخد الشنطة منه وبتدخل وهي بتعيط. بيدخل وراها وبيتأسف لها وبيحاول يشرح لها إن الحادثة دي مش غلطته وإن هو كمان مضرور من الحادثة زيها. بتلف وبتبص له وبتمسح دموعها وبتقول انا خسرت شغلي كله وكل حاجه اشتغلت عشانها ودلوقتي انا عايزه منديل عشان بعيط. بيقول لها موجود في شنطتك خدي. بتتعصب وبتقول له انت كمان فتحت شنطتي؟
بيقول لها وهو مبتسم امال كنت هوصل لعنوانك ازاي يعني ساحر انا؟ الصراحه مش قادر اصفي النيه في المشهد ده عشان تقريبا ده المشهد الوحيد اللي حاسه فيه بيضحك بجد. بتتعصب البنت وبتزعق وبتقول له انت ليه مش عاوز تبطل ضحك؟ بيقول لها مش بايدي مش عارف، وبيتاسف لها وبيقول لها ان هو هيمشي. بعدها البنت بتستغرب وبتساله تاني انت ليه بتضحك على كل حاجه؟ بيشاور على وشه وبيقول لها دي حاله طبيه من بعد الحادثه، وانا عندي تلف في الاعصاب وشلل خلاني دايما مبتسم كده طول حياتي ولحد ما اموت. بيتاسف لها تاني وبيترجاها ما تعيطش تاني وبيطلع وبيقفل الباب. البنت بتقعد مع نفسها دقيقه كده بتحاول تستوعب كلامه لحد ما بتفهم وبتقوم تجري تفتح الباب عشان تلحقه، بس وهي بتعمل كده بيتقفل عليها الباب وهي بره، وبتعرف انها حبست نفسها بره البيت ومش هتعرف تدخل عشان المفتاح جوه، ده غير انها ما لحقتش الراجل عشان تعتذر له. في نفس الوقت اللي بيظهر فيه شخصيتنا الرئيسيه وبيقول لها ايه حبستي نفسك بره ولا ايه؟ بتبص له البنت وبتقول له انت حصل تلف لاعصاب وشك انت كمان صح؟ بيقول لها صح. بيطلعوا السطوح وبيقعدوا مع بعض لحد ما يجي الراجل بتاع الصيانه عشان البنت تعرف تدخل بيتها تاني. يبدا يحكي لها ان شغله كله باظ بسبب الضحكه اللي في وشه. بتستغرب البنت كلامه وبتساله ليه هو انت كنت شغال ايه؟ بيبص لها وبيقول لها كنت شغال مع دار الجنائز حنوتي، والمفروض اواسي واعزي اهل الشخص المتوفي، بس طردوني لما عرفوا الضحكه اللي هتفضل على وشي دايما. بتضحك البنت جدا على كلامه وعلى سخريه القدر، بتمسح دموعها وبتقوم تقف. بيبص لها الراجل وبيقول لها على فكره مفيش حاجه تستاهل انك تعيطي. بترد عليه وبتقول له مين قالك اني بعيط؟ انا كمان جات لي حاله طبيه من بعد الحادثه والاعصاب عندي حصل لها تلف وبقيت بعيط وهفضل كده طول عمري انا كمان، يعني سواء زعلانه او مبسوطه او حتى بضحك هفضل دايما بعيط. بتضحك له وبتقول له عارف انا بقى كنت بشتغل ايه قبل الحادثه؟ كنت شغاله مراسله صحفيه في المجال الترفيهي، يعني تخيل اني بنقل للناس اخبار حلوه وترفيهيه وانا بعيط، علشان كده انا كمان طردوني من شغلي. بيقفوا شويه هاديين وبيقول لها يا لو كنا نبدل مع بعض واكون انا المراسل الصحفي الترفيهي وانت تكوني اللي بتواسي اهل المتوفي في دار الجنائز، اكيد كل واحد فينا كان هيكون الاول في مجال شغله. بيقف وبيبص للبنت وبيقول لها انت ممكن ما تصدقينيش بس حقيقي والاول مره انا دلوقتي فعلا بضحك من قلبي. وبكده بيكون فيلمنا النهارده خلص صديقي المشاهد، فما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك للقناه. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.